السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم في قناتكم لمسات استبرق. اليوم جبت لكم وصفة صيفية وهي الليبيني، وصفة ناجحة ومضمونة وخفيفة كما القطن. هادو الليبيني يجو خفاف من الداخل ومنفوخين كما راكم تشوفوا. بدون إطالة نروح للمقادير وطريقة التحضير. في هذه الوصفة نحتاج كأسين من الحليب الدافئ، وهذا هو الكأس المستعمل في العيار. نضيف لهم 4 ملاعق أكل سكر عادي وملعقة أكل خميرة. نخلط المكونات جيدا. بالنسبة للحليب ما لازمش يكون بارد باه تخمر معانا العجينة. ثم نضيف حبة بيض وملعقة صغيرة فانيلا. نخلط المكونات جيدا حتى يمتزج البيض مع المكونات السابقة. أنا فضلت نخلط السوائل أولا مع الخميرة مع الخلط المستمر باه تتفاعل معايا الخميرة، وبعدها نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق نضيف 5 كؤوس ونصف، ونضيف ملعقة صغيرة ملح. والكأس المستعمل هو نفسه اللي استعملته مع بداية الوصفة. نضيف في البداية حوالي كأسين من الدقيق، وبعد الخلط جيدا نضيف الكمية المتبقية دفعة واحدة، ونستعمل اليد به نلمو العجينة في الأخير. هاد المقادير تقطع لي كمية كبيرة من الليبيني، حوالي 28 حبة. إذا كانت العائلة صغيرة اقسموا المقادير على 2، وبالنسبة للبيض يمكن تستعملوها كاملة. بالنسبة لمدة الاختمار فهي تختلف بين فصل الصيف والشتاء. أكيد في الشتاء نقربوها للفرن ونحطوها في مكان دافئ لتسريع عملية الاختمار. بعد ما لمينا العجينة في الأخير نضيف ملعقتين أكل زبدة طرية، ونحاول ندخلها مليح في العجينة حتى تصبح طرية وتلتصق في اليد نوعا ما. بهذه الطريقة نضمن أن الزبدة دخلت كامل للعجينة، والعجينة لازم تكون طرية باه نضمن أن الوصفة تنجح معنا. بعد ما عجناها مليح ونحسوها تلتصق في اليد نغطوها ونخلوها حتى تختمر ويتضاعف حجمها. العجينة راح تضاعف حجمها، والآن نخرج كامل الهواء منها ونقسمها على 2. كما راكم تلاحظوا العجينة تبان طرية بزاف، وهذه هي العجينة المطلوبة. كما سبق وقلت نقسم العجينة على 2 لتسهيل عملية التشكيل. نستعين بالقليل من الدقيق باه نبسط العجينة، نرش فقط وما نكثروش. والدقيق في هذه المرحلة يساعد أن الحبات ما يتكمشوش معنا بعد عملية القطع. نبسط العجينة والسمك نتوما تتحكموا فيه. إذا حبيتوهم يجوا فارغين بزاف السمك يكون رقيق، وإذا حبيتوهم يجوا ملحمين شوية السمك يكون حوالي 5 ملم. نضع القطاعة في الدقيق باه نقطعه بسهولة، وكنصيحة نخلو الحبات حوالي 40 ثانية ونرفدوهم باه نضمن أن الحبات يجوا كيف كيف في الشكل. نضعهم في صينية نكون حطيت عليها سربيتة ونغطوهم كل ما نقطعوا الحبات.
بعد ما نقطعوا كامل الكمية اللي عندنا، نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا حوالي دقيقتين. مع هاد السخانة راح يختمروا بسرعة. بعد ما تركنا كل الحبات اختمروا، نروحوا لمرحلة القلي، وعلى نار تكون متوسطة وما نكتروش الزيت بزاف. نقلوا الحبات. اولا نحط القليل من العجينة باه نعرفوا الزيت سخن. بعدها نضع الحبات بالتدريج ونقلوهم. كما راكم تلاحظوا، الحبات الاولى نفرغوا عليهم الزيت لانه الزيت ما سخنش مليح، لكن الحبات المواليه راح تلاحظوا انهم انتفخوا بمجرد كي حطيناهم في المقلاة. نحاولوا انه ما نقلوهمش بزاف ويكون اللون ذهبي. كما راكم تشوفوا الحبات نتفخوا بسرعة، وهذا بسبب الزيت سخن معانا وجاو ما شاء الله بومبي ومنفوخين مثل البالون. هذه الوصفة عندي أكثر من 4 سنوات، راني معتمدتها وتجي ناجحة من أول تجربة. بعد ما قلينا كامل الكمية وحطيتها في شبكة، نرمدوها في السكر العادي وهما سخونين باه يشد معنا السكر في الوجه. كي يبردوا بزاف ما راحش يلصق السكر في الحبات. شوفوا كي جاو ما شاء الله، جاو منفوخين وخفاف. نحاولوا بسرعة اننا نرمدوهم في السكر باش يشد معنا. وكما راكم تشوفوا راهي قطعت لنا كمية كبيرة ما شاء الله. بعد ما رمدناهم كامل في السكر، انا حشيتهم بالمربى فقط، وانتم لكم الاختيار تحشوهم بالشوكولاتة الطلي او المربى، وهذا حسب رغبتكم. هذه الوصفة مضمونة وناجحة من اول تجربة. كما راكم تلاحظوا يجوا فارغين من الداخل. رانا كملنا كل المراحل والشكل النهائي لوصفة اليوم، وصفة ناجحة وعن تجربة. ما تبخلوناش أخواتي بالاشتراك مع تفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد. نتمنى تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى أخواتي في وصفات أخرى بحول الله. سلام.